الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. حياكم الله. وتتوالى البشريات حيث ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، ألا وهي الرؤيا الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أننا سنكون في زمان، في توقيت تتلهف فيه كل نفوس المؤمنين والمسلمين إلى بشرى تطمئن قلوبهم. وخير رد كاف شاف على المحبطين قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. رؤية اليوم رؤية عامة، وصاحب الرؤية رمز فيها. يقول: رأيت كأني أسير مع مجموعة من الناس، وتمشي معنا امرأة اسمها نعيمة تدلنا على الطريق، فقالت: لابد أن نشعل الأضواء كأننا اقتربنا من مكان مظلم، فكنت أحمل قنديل فقمت بإشعاله فأضاء علي أولا، ثم اشتد ضوءه فأضاء علينا أجمعين، وكنت مطمئن البال. يقول: ثم انعطفنا، وكانت معنا نعيمة، فانعطفنا فوجدنا أنفسنا في أرض فلاحية تشبه البادية. خرج رجلان أشاروا إلى الكلاب حتى لا تؤذينا، وسألتهما عن الطريق فأجاباني، وكانوا مبتسمين لنا فرحين بنا، وكنا متجهين إلى منزلين متجاورين يشبهان منازلنا في عصرنا الحاضر. وانتهت الرؤيا. كما قلت، صاحب الرؤيا هو رمز فيها، لأن اسمه راشد، فهو يرمز لرجل راشد رشيد يقيم الله سبحانه وتعالى على يديه أمر هذا الدين. وكان مع مجموعة من الناس ترمز إلى المتمسكين بدينهم وبشرع الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. ومعهم امرأة اسمها نعيمة ترشدهم. نعيمة ترمز إلى الدين الإسلامي ونعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاءت نعيمة في الرؤيا بصفة مؤنثة، لأن نعمتي ذكرت في الآية الكريمة بصيغة المؤنث. لما اقتربوا من مكان مظلم قالت: لابد أن نشعل الأضواء. اقتربت يعني تقارب الزمان، آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مكان مظلم ظلمة المعاصي والظلم والجور والابتعاد عن شرع الله سبحانه وتعالى. كان يحمل قنديل، هذا القنديل يرمز لأمانة يحملها، وهي نور الله سبحانه وتعالى. كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من هذا النور اهتدى، ومن أخطأه فقد ضل. والنور في هذا الحديث المقصود به الحجة القائمة، حجة الله سبحانه وتعالى القائمة على عباده من إرسال الرسل والرسائل وغيرها لعلهم يهتدوا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. النور هنا له معنيان: معنى حسي ومعنوي، والمقصود هنا هو المعنى المعنوي، هو نور الله سبحانه وتعالى ونور شريعته. يقول: ثم انعطفنا وجدنا أنفسنا في أرض فلاحية تشبه البادية. انعطفنا بمعنى التوسل، اللجوء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أن الاستعطاف في الأصل هو التوسل والتذلل. وكما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. وهذا معناه ذكر الله واللجوء إليه بقلب خاشع. وجدوا أنفسهم في أرض فلاحية، يعني هنا يبدأ الفلاح والنجاح، والبادية هي البداية، بداية عودة الدين، عودة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يعني البداية، بداية العودة. محدش يقول انعطفنا يعني انحرفنا، ما زالت نعيمة معهم، ما زال معهم الدين والهدى، لأن ده مش تعبير، ده قلب للموازين، لأنه بتأتيني تعليقات وتعقيبات فيها عجب العجاب. ثم خرج رجلان أشاروا إلى الكلاب حتى لا تؤذينا. الكلاب رمز لأعداء الدين وأعداء الله سبحانه وتعالى، وهذا المشهد يعني أنهم سيكونوا في هذا الوقت لا حيلة لهم أمام أمر الله سبحانه وتعالى. وسألتهم عن الطريق فأجابوني. هذا ليس معناه أنهم على ضلال ويحتاجون لمن يرشدهم إلى الطريق، وإنما هذا معناه الغربة، دليل الغربة، لأن الغريب هو الذي يسأل عن الطريق، فطوبى للغرباء. وكنا متجهين إلى منزلين متجاورين، يبدأ أمر الله سبحانه وتعالى في مكانين متقاربين متشابهين في الجور والظلم.
وكانت المنازل تشبه البيوت في عصرنا الحاضر. أظن هذه البشارة واضحة. لو لاحظنا هذه الرؤية فيها مراحل متعددة، مراحل قد وضحت وظهرت، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.